مين الناس اللي احتفظ بيها في حياتي؟ ولا رأي حضرتك العزلة افضل عن الناس كلها احسن؟ سؤال جميل. لكن هو في العموم ما نبالغش بالعزلة ولا نهلك نفسنا بالمخالطة الكذابة الزايدة. العزلة في حد ذاتها دي وجع، والمخالطة الزايدة بالعالم اللي مش بتقدر دي وجع. طب اعمل ايه؟ اختار معارفي بعناية. يعني انا ما يهمنيش مثلا انا اعرف كم حد صاحب وكم حد قريب وكم حد. ما يهمنيش العدد، انما مين يهمني انت حواليك كام حد يستحق ان يبقى جنبك. حواليك حد جدع ده احتفظ بيه، حواليك حد خدوم ده احتفظ بيه، حواليك حد واقف جنبك وفي ظهرك في الازمات ده احتفظ بيه قوي. اللي معاكي في الازمات ده احتفظ بيه قوي. حد بقى كتير الكلام قليل الفعل ده ارميه على طول ايدك وهتبقى مرتاح. انا خلاص قربت ابعد عن الناس كلها. ما هو بس زي ما بقول لحضرتك كده، ان كان في حياتك حد لكلاك كتير الكلام قليل الفعل ده ما يستحقش يكون موجود في حياتك. غير كده حد خدوم جدع واقف في الازمات وباكد عليها، بتاع الازمات ده احتفظ بيه لاخر عمرك. ربنا يبارك في عمرك. تحت امرك.